كرة المضرب هي بسيطة جدا. عملنا نادي النادي الملكي لكرة المضرب بمراكش منذ السبعينات، وحصل لي الشرف. كانوا الاساتذه ديالي سي احمد البوشي، سي محمد العشراوي، ابطال المغرب الحمد لله، كانوا اساتذه ديالي. عملت في هذاك النادي كلاعب، واستطع نكون نجملت 8 الأوائل في المغرب، وانتقلنا للدار البيضاء ودرنا دوري، والحمد لله كان مشوار بسيط، لكن بدأ في إنشاء تلاميذ والعمل مع النادي الملكي لكرة المضرب، الحمد لله اللي أعطى كرة المضرب في المغرب. خلقت مدارس أخرى بنادي لي فارماسيان، نادي العسكري الماس لي زوفيسيي. خلقت مدرسة في اوتيل بالماريبا، وكنت نشرف على شركة إلينا ستاز أكاديمي. من بعدها خلقت مدرسة في بالماريبا دائما سميتها جرين ديليت، بعض الأبطال كوهبي طلال كنت مع بطل في سنة 2000 بمدينة الرباط، نادي استاد ماروكان كمدرب. خلاله اتصلت بي باهية محتسين باش نقابلها ونتريني بها. باهية محتسين هي كانت بطلة في المغرب، أول لاعبة في المغرب، وأول مشاركة مغربية في رولون غاروس. كنت حاضر معها في هذاك الإبان. ومن بعد ذهبت إلى فرنسا، استقريت بفرنسا وعملت في جونبوان، وكان من ضمن التلاميذ نتاعي غايل مونفيس اللي هو اليوم بطل فرنسي. كان معي إدوار روجي فاسلان رقم 40 اليوم في العالم. ومع ذلك كنت نجي دائما المغرب، الحمد لله عندي العائلة ديالي، الأسرة، الأصدقاء. نحاول نقدم يد المساعدة للأساتذة مغاربة، الأصدقاء ديالي، ونساعدهم بكل تواضع. وكنت نقابل ضيوف سيدنا الحمد لله كفاليري جيسكار ديستان رئيس فرنسا، نيكولا ساركوزي كرئيس فرنسا كذلك. كنت نقابل عائلات أصدقاء صاحب الجلالة حسن الثاني رحمه الله، وساعدوني هذوك الناس باش المشوار ديالي نكملو في فرنسا ليومنا هذا. وحنا دائما نقدموا يد المساعدة للشبان المغاربة وننصحوهم ونساعدوهم في فرنسا، بحيث ننظم مع سكان مدينة لابول بفرنسا قرب مدينة نونت الدوري العالمي للشبان من 9 سنوات إلى 16 العام. وتيجوا الممارسين من جميع أنحاء العالم، بحيث يجوا من اليابان، يجوا من المكسيك، يجوا من الباراغواي، يجوا من الأرجنتين، يجوا من تونس، يجوا من الجزائر. مع الأسف هذا العام ما جا حتى حد من المغرب. نتمنوا عند الله العام الجاي يكونوا مشاركين من
الوطن ونساعدوهم باش يزيدوا للقدام. هذه هي الكيفيه الوحيده باش نخلقوا ابطال كهشام رازي ويونس العيناوي وكريم علامي اللي خلاو واحد الثغره كبيره منذ اعتزالهم على هذه الرياضه. مع الاسف ما استطعناش باقي نشوفوا ابطال بحالهم اللي يحققوا نتائج حسنه ويتمكنوا من رتب 50 الاوائل في العالم. مسؤول علي البناني، بالنسبه لك الان كتشوف الجامعه الملكيه لكره المضرب كاين بعض الاكراهات ثم كانت تجربه لا ما نقولوش اكراهات، لا بد من صعوبات العمل في اي جامعه في العالم باسره. الحمد لله الفريق اللي هو مسير الجامعه اليوم خدام مزيان، عنده نهج، عنده برنامج، يحققوا معسكرات للشباب، الناس مقابلينهم، كاين تنظيم، كاين واحد التوعيه في هذا الميدان، كاين الحمد لله تحسن. انا مع الاسف ما كنت كتبت للجامعه وقلت لهم انا مستعد نساعدهم، ما طلب منهم والو، لا منحه ولا. انا مغربي وتعلمت عادات المسائل في فرنسا ومعسكرات ودبلومات وما خصنيش ندخل على ولاد البلاد وعلى التقنيين ولا على الجامعه ديالي. عطاتني ورباتني وكبراتني وسهلت لي عادات المسائل باش وصلت لهذا المستوى هذا. ولهذا انا ما غاديش ندخل على المنتخب ولا على الجامعه ولا على النادي ديالي. الحمد لله احنا دائما مستعدين وما تندخلوش، نعاود نقول ونكرر ما تندخلوش اللي بغى شي مساعده، اللي بغى نعاونوه في الاعلام ولا في نرشدوه، احنا مستعدين. الجامعه راه الحمد لله غاديه مزيان. يخص الوقت هو باش تكون واحد البطل، تيخص على الاقل واحد ل5 ولا 6 سنوات. واحنا عندنا في المغرب مع الاسف الناس تنشوفها حتى في الفريق الوطني لكرة القدم تيبغيو النتائج تو سويت. يلا عينتي واحد المدرب، الماتش الاول، المقابله الاولى والثانيه والثالثه خصو يكون دائما ناجح. ما يمكنش تاخذ واحد البطل عنده كفاءه في الجري او في الاندورونس او في المونتان ديالو، تقبض هذاك البطل تخدم به واحد المده، عاد تقدر تكون واحد البطل اللي تعتمد عليه. اي اون بليس دو سا كاين دي زاكسيدون دو باركور، كاين دي بليسيور، كاين واحد البطل تخدم معاه 3 سنوات او 4 سنوات ما بقى والو ويولي بطل وتيتعطف ليه. واش بغيتي داكشي قدرة الهيه، كل واحد واش مكتب ليه وهذا الشيء خصنا نتقبلوه، خصنا نصبروا، خصنا نخدموا، خصنا نعطيو ثقه في الناس، ما نبداوش نبدلوهم كل ساعه. لقاش وقت ما بدلنا واحد خصنا نرجعوا عاوتاني للور ونعاودوا نزيدوا نعاودوا نبدلوا نعاودوا نرجعوا للور، ما تنزيدوش، دائما تنرجعوا للور. ما كاينش واحد النتائج اللي تقدر تكون مستمره ولا واحد الانسان خدم ما باقيش تمكن ليه باش يبقى مع الجامعه يمشي بحالو. يجي واحد اخر ما خصوش يضرب كروه على هذيك الخدمه اللي دار فلان. خصنا نزيدوا للقدام ونحترموا هذاك العمل. راه كلنا اطور وكلنا تعلمنا لا ميم فاسون دابروندر ولا دو جوي ولا كرة المضرب. ان كو دروا سي ان كو دروا، ان روفير سي ان روفير، سي لا ميم شوز كو اكس يغريك زد غادي يعلم هاد التلاميذ. خصنا حنا نحترموا هذاك السيد اللي داز ونزيدوا نعاودوا نجيبوا واحد شيء واحد جديد ونمشيو حنا ويجي واحد اخر ويحترم العمل ديالنا ونزيدوا حنا غاديين. مع الاسف ما كاينش هذاك الشيء، تلاحظوه حتى
تسير الانديه حتى في مدة سنتين واحد الانسان تيعطي من وقته وخدام لصالح النادي، وتيجي واحد اخر وتيقول لي هذاك السيد هو ولا الفريق ديالو ما دار والو، رانا حنا احسن منه، ونعاودوا نهدموا باش نعاودوا نبنيو. اذن الله يهدي ما خلق. يعني صراحة من خلال الحوار معك شوية أنك تساهم تنهضروا في الواقع الحمد لله هادشي عشناه. شي رسالة لك الآن من خلال هذا الصور كتقدر باش يعرفوك المغرب أكثر لأن غبتي على الميادين، يعني شنو هي الرسالة اللي كتقدمها على المسؤولين ديال هذا البلاد ولا رئيس الجامعة الملكية لكرة المضرب أو الجمهور المغربي العشاق ديال كرة المضرب؟ عشاق الرياضة بصفة عامة خصهم الصبر والمساعدة والانخراط وتشجيع ابنائهم وبناتهم، بحيث كاين فراغ كبير في الأندية من الشمال للجنوب، من الغرب للشرق، لا يوجد هناك بنات في الأندية. ولماذا؟ لماذا هذا؟ لا أمهات ولا بنات. شجعوا الرياضة في المدارس، يكونوا ملاعب كرة المضرب في المدارس ولو ملعب واحد، ويكون مدرب من الجامعة لكرة المضرب يتنقل للمدارس، ويكونوا ملاعب ولو حائط يبنى في أي حي يستاهل الحائط ديالو، يتسمى بالفرنسية لو مور. وهناك جمعية بفرنسا خلقها البطل الفرنسي المشهور يانيك نوا فيت لو مور، ويساعدوا فيها يونس العناوي بطل المغرب ديالنا في هذا الميدان. علاش ما نخلقوش حنا في المغرب ديالنا واحد لاسوسياسيون حتى هي تساعد ابناء الاحياء الشعبيه، تجيب لهم واحد شويه ديال الفرحه في ديورهم وفي ما بينهم، عوض ما يبقاو يلعبوا في التلفازه ويديروا المسائل اللي ما مسموحاش. الحمد لله الجامعة الدولية مستعدة تساعد الجمعية المغربية لكرة المضرب في نطاق المضربة والكرة والملابس، لما لا؟ وهذا الشيء ما تيطلبش حاجة كثيرة، تيطلب شوية ديال الوقت وشوية ديال الإرادة وسياسة متفق عليها الجميع. والحمد لله ناقصنا التأخير. اسبانيا بيننا وبينها 14 كيلومتر، عندهم في 100 لاعبين الاوائل في العالم، غادي الى حصيناهم غادي نلقاو شي 30 ولا 40 واحد كلهم ناجحين الحمد لله في هذه اللعبه. حنا عندنا في المغرب مناخ جيد يسمح لنا نمارسوا هذه اللعبه يوميا ساعات وساعات. لما ما نستطيعوش حنا نجيبوا حتى 2 أو 3 لاعبين في المية الاوائل؟ علاش؟ لا يعقل. الحمد لله اليوم امكانيات عندنا في المغرب، عندنا جميع الشركات اللي ينشروا ويبيعوا مسائل الرياضه، ماشي من حال من قبل كانوا قلال، وكان هذه المسائل كانت غاليه. والحمد لله اليوم الناس مستعدين، كل شيء يقدر يشري مضربه، نساعدوه نعطوه المضربه ما فيها باس، نوفروا ليه كل شيء خسر. الناس
تبغي تزيد لقدام وتعمل؟ بالنسبه لمدينه مراكش كنلاحظوا بان هناك كيتنظم واحد سي ان اكسبوزون كيسابيل فوت هنا في مراكش. واش اللي كيتنظم على خاطر مؤتمرات اللي في مراكش، واش انكم فكرتوا انكم تدمجوا معهم المشاريع اللي كانوا مرتبطه في الاطار ديال